أهلا بكم من جديد مع فيلم جديد. بيبدأ فيلمنا النهاردة برام واللي بيكون وشه مليان دم، ولما بيجيله تليفون من حبيبته جانو بتسأله في إيه، هتيجي إمتى؟ فبيقول لها إنه هيجيلها على طول. ولما بينهي المكالمة توني بيهاجمه فبيدافع عن نفسه، وبنرجع بالأحداث للماضي علشان نعرف إن أهم حاجة في حياة رام هي حبيبته جانو بس. وبعدها بنشوف رام وهو بيتجوز جانو، ولما بيروح المعبد بتحصل مشكلة وجوز الهند بيجي في عربية واحد وبيكسر له الكشاف، فصاحب العربية ما بيشوفش قصاده غير جانو، فبيتنرفز على جانو. ولما رام بيشوفه بيشرح لصاحب العربية ان جانو عندها مرض فقدان الذاكرة الانتقائي، وده اللي بيخليها تفتكر حاجات وحاجات تانية لأ، وعشان كده نسيت تقوله ان واحد تاني هو اللي كان السبب في إن جوز الهند كسر له فانوس العربية وبعدها جري. ولما صاحب العربية بتقول له ما تحورش وقول إنها مجنونة وخلاص، جانو بتهاجمه وبتعضه. وبعدها في الاسم صاحب العربية بيقدم شكوى في جانو وبيقول فيها إنها مجنونة وخطر إنها تعيش بين الناس. وهنا بيوصل الضابط ديشباندي، ولما بيشوف رام بيندهله باسم 360، فصاحب العربية بيسأله هو ده لاعب الكروكيت اللي كان مشهور باسم 360 بسبب قوة ضرباته في زاوية الملعب؟ فبيقول له أيوة. وبعدها بمجرد ما بيسمع شكوى صاحب العربية من جانو فبيتصل بالمستشفى النفسي وبيطلب منهم يبعتوا له عربية و2 ممرضين علشان ياخدوا واحدة مجنونة من القسم. وبعدها رام بيقدر يقنع صاحب العربية انه يتنازل عن البلاغ. وهنا ديشباندي بيقول لرام ان لو جات له شكوى تاني منها هيدخلها المستشفى على طول ومش هتطلع منها تاني أبدا. ولما بيرجعوا البيت بيديها الدواء بتاعها وبيقول لها انها لازم تتحكم في غضبها شوية، وبيعرفها انها كل حياته لان هي السبب في انه لسه عايش لحد النهاردة. وبعدها بنرجع بالزمن علشان نشوف رام لما كان في دار الأيتام والكهرباء مسكت فيه، ووقتها جانو اتشنكلت في سلك الكهرباء ففصلت الكهرباء اللي واصلة لجسمه، ومن يومها ورام بقى يهتم بيها. وبعدها هما الاتنين هربوا من الملجأ وعاشوا مع بعض. وبعدها بنرجع للوقت الحاضر وبيكون رام مع جانو عند الدكتور اللي بيتابع حالتها، وهناك الدكتور بيسألها شوية أسئلة ومن إجابتها عليهم بيعرف إنها بتفتكر أحداث حصلت من مدة بعيدة لكن ما بتفتكرش اللي حصل من يوم أو 2. وبعدها الدكتور بيقول لرام إن أحسن علاج لحالتها هو حبه ليها وبس، وإنها لو ما كانتش معاه كان زمانها اتجننت. وبعدها بيسألها إذا كانت بتعمل التدريب اللي قال لها عليه، فبتقول له أيوة بعمله. وبعدها بيطلب منه يجيب لها العلاج بتاعها من الدور اللي فوق. ولما بيطلع علشان يجيب لها العلاج من شلبة بنت الدكتور بتطلب منه ما يكلمهاش بشكل رسمي، وبتقول له إنها من يوم ما اتطلقت من جوزها وهي بتحبه، وبتعرفه إن لو ساب المجنونة اللي بيحبها هي هتكون ملكة، فبيتنرفز عليها وبياخد منها أسامي العلاج وبينزل. وبالليل بيلاقي جانو بتقلد طريقة لبس شلبة، ولما بيسألها بتعملي كده ليه بتقوله إنها شافتها وهي بتحاول تقرب منه، فبيعرفها إن شلبة ست مش كويسة وإنه بيحبها هي وبس. وتاني يوم بتكون معاه في السوق، وساعتها بتشوف فيبها وهي داخلة لمدرسة الرقص، فبتروح وراها لمدرسة الرقص وبتتفرج على البنات من ورا الشباك وهم بيتدربوا على الرقص، وبتقعد تقلدهم. ووقتها فيبها بيجيلها تليفون فبتخرج علشان تتكلم برا، ووقتها بتشوف جانو فبتتنرفز عليها وبتطلب منها انها تمشي. وهنا بيوصل رام وبياخدها فبتقوله انها عاوزة تتعلم الرقص، لكنه بياخدها على البيت وبالليل بيصحى بيلاقيها بتتمرن على الرقص، فبيوديها تاني يوم لمدرسة الرقص وبيقدر يقنع صاحبة المدرسة بصعوبة انها تقبلها في المدرسة بتاعتها. ولما بيخرجوا من المدرسة بتقوله انها عاوزة تشرب عصير. وبالليل بنشوف راجو وهو بيرمي واحدة من العربية النقل بتاعته، وساعتها بتقوله انهم اتفقوا على مبلغ اكبر من كده فبيطلع لها الفلوس. ولما بتقرب علشان تاخدها بيضربها، وفي نفس الوقت بتكون جانو مع رام بيشربوا عصير جنبهم. ولما بتشوف كلب صغير بتمشي وراه، وساعتها راجو وعصابته بيقرروا يخطفوها، وقبل ما ينفذوا بيظهر رام وبياخدها ويمشي. وهنا راجو واللي معه بيتفقوا انهم يخطفوها ويغتصبوها، وبيقول لهم انها مجنونة ومش هتقدر تفتكرهم. وتاني يوم بتكون جانو في مدرسة الرقص، ووقتها فيبها بتطلب منها انها تشغل المروحة، ولما بتشغلها الباروكة اللي الاستاذ لابسها بتطير.
صاير. فبيتنرفز على جانو وبيقول لها انه هيخلي المديرة تطردها. وهنا بيوصل رام وبيقول له انه لو اشتكاها للمديرة واتطردت بسببه كل القرية هتعرف انه قرع. فبيتراجع المدرس عن قراره. وبعدها رام بيوري للدكتور فيديو لجانو وهي بترقص، فبيقول له ان دي احسن حاجة عملها ليها وانها بتفتكر حركات الرقص اللي بتتعلمها، وده معناه انها في طريقها للعلاج. وبعدها بينادى على بنته شيلبا وبيطلب منها تزود جرعة العلاج لجانو. ولما بيطلع رام علشان ياخد العلاج بتقفل شيلبا عليه الباب وبتحاول انها تقرب منه، لكن بيتنرفز عليها وبيسيبها وبيخرج. فبتنزل وراه وبتقول له انه جانو مجنونة وان مصيره في يوم من الايام هيزهق منها. وهنا يا عيني جانو بتجرحها، فبياخدها رام وبيمشي. وبالليل بتكون جانو متنرفزة بسبب اللي عملته شيلبا، لكنه بيقدر انه يهديها. وفي تاني يوم شيلبا بتروح لهم وبتعتذر لرام على اللي عملته، وبتقول له ان العلاج اللي ابوها كتبه لجانو موجود في صيدلية بعيدة، وبتعرفه انها تروح للصيدلية علشان تجيب ادوية للعيادة، وبتعرض عليهم يروحوا معاها. فبيوافقوا. لما بيوصلوا هناك بتطلب من رام ينزل يجيب العلاج، وبعدها بتدي لجانو فلوس وبتشاور لها على الاتوبيس وبتقول لها روحي اشتري كيك من هناك. فبتركب جانو الباص وبعدها الباص بيتحرك. ولما رام بيقرب من العربية بتتظاهر شيلبا انها بتتكلم في التليفون، ولما رام بيسألها عليها بتقول له انها كانت بتتكلم في التليفون وما شافتهاش لما خرجت من العربية، وبتروح معاه تدور عليها. وفي نفس الوقت بتكون جانو في الباص، ولما الكمساري بيسألها هتنزلي فين بتقول له انها عاوزة تشتري كيك. فبيفضل هو والركاب يضحكوا عليها. ولما بيسألها مرة تانية بتقول له انها عاوزة رام. ولما بيقول لها يا رام مين بتطلب منه ورقة وقلم وبتكتب له رقمه. ولما الكمساري بيتصل بيه بيعرف اللي حصل، فبيتنرفز على شيلبا وبيقول لها ان ما عندهاش قلب. وبعدها بيروح يجيبوها. وتاني يوم في مدرسة الرقص بتخبي في ابها خلخال جانو، ولما بتطلب منها ترجعه لها بتقول لها انها حطته في دولاب المعلم، لكن جانو بتفتكر انها كانت سايباه في قاعة الرقص. ولما بتقول لها انها متأكدة من كلامها فبها بتقول لها انها مجنونة. وهنا جانو بتهاجمها وبتعضها. فبتتصل المديرة برام، ولما بيروح لها بتقول له ان جانو عنيفة وخطر على زمايلها وبتصمم انها تطردها من المدرسة. وفي نفس اليوم بالليل جانو بتصحي رام وبتقول له انها عاوزة تروح تعتذر لفيبها، فبيقول لها ان الوقت متأخر وبيطلب منها تستنى لبكرة. وتاني يوم بتتدرب جانو على الرقص قدام بيتها، فبيشوفها أفيناش صاحب راجو، فبيخلي الكلب يروح ناحيتها وبعدها بينادى عليه، فبتمشي هي وراه. وهنا بيكتفوها وبيكتموا نفسها وبياخدوها على العربية بتاعتهم. ولما رام ما بيشوفهاش قدامه بيفضل يدور عليها. ولما بيقرب من العربية النقل أفيناش بيقول له ان البنت اللي بيدور عليها شافها بتجري من الطريق التاني. ولما بيمشي بيطلعوا بالعربية بسرعة، ولما بيقفوا بيتفاجئوا برام قدامهم، وبينزل في أفيناش ورجو ضرب. وبعدها بيحرر جانو وبيشاور لها بإشارة لما بيعملها لها بتتظاهر إنها فقدت الوعي. وساعتها بينزل من العربية وبيهاجم راجو وعصابته. وأول ما بينادي على جانو بتفتح عينيها، وبنشوفهم بعدها في البنزينة وجانو بيبقى معاه خلخال الرأس بتاعها. ووقتها بيطلب منها راجو تستنى لحد ما يملى الموتوسيكل بالبنزين، لكنها بتشوف فيبها على الموتوسيكل بتاعها فبتجري وراه لحد ما بتوصل للصخور اللي على شط البحر. ولما بتشوفها هناك بتلاقيها بتعيط، فبتسألها بتعيطي ليه؟ فبتتنرفز فيبها عليها فبتخاف وبتجري. فبيقع الخلخال بتاعها. وتاني يوم بنشوف فيبها وهي ميتة على الصخور والشرطة في المكان ده. ووقتها دشبندي بيسألهم عن اسمها فبيعرفوا ان اسمها فيبها، ودي تبقى بنت أنيل شيتي رجل الأعمال صاحب أكبر فندق في البلد. وبيقدروا يلاقوا جنبها خلخال جانو. ولما بيقرب شخص غريب من رام بتوصل عربية الشرطة، ولما بيوروا جانو الخلخال بتحاول تاخده منهم فبيكلبشوا ايديها. وساعتها رام بيسألهم ايه اللي حصل، فالظابط دشبندي بيعرفوا انها قتلت فيبها، فبيقولوا انها مستحيل تقتل، لكن الظابط بيتجاهل كلامه وبياخدها على الاسم. ولما بيطلب رام من الظابط انه يدخل لها ادويتها بيرفض. وفي اللحظة دي بيوصل ابو فيبها ومعاه سونيا مراته، وبيروح لرام وبيتنرفز عليه وبيقول له ان حبيبته قتلت بنته الوحيدة وهو مش هيرحمها. فرام بيقول له انه متأكد انها ما قتلتهاش لانها مجرد طفلة صغيرة. وهنا الظابطة بتوري له دراعها وبتقول له انها متوحشة وعضتها في دراعها، فبيقول لها اكيد غلطت فيها. فبيضربوا أنيل بالقلم وبيقول له انت كمان مش عاوزها تغلط فيها بعد ما قتلت بنتي، وبيعرفه انه هيحبسه. ولما بيدخل الاسم بيتنرفز على دشبندي وبيطلب منه يدخله زنزانة جانو، وهناك بيقول لها انها قتلت بنته ولازم هي كمان تموت. ركز معايا بقى في اللي جاي. ولما بيبان على جانو انها مش فاهمة هو بيقول ايه،
فبيقول لديشباندي انها بتمثل وبينهار. وبعدها سونيا بتقول للضابط ان كل اللي حواليها بيتهموها بقتل فيبها لان موتها في مصلحتها علشان تورث جوزها لوحدها، وبتعرفوا انهم لازم يخلوا جانو تعترف بسرعه علشان يتحكم عليها. فبيعرفها ان مفيش دليل اكيد على ان جانو هي اللي قتلتها. فانيل بيطلب منه يزوره بالليل علشان يديله تمن اعتراف جانو بقتل بنته. ولما رام بيدخل يزور جانو وبيديها علاجها، هنا ديشباندي بيطلب ياخد شهادته، ووقتها هو اللي بيتكلم وبيخلي الضابط يكتب في شهاده رام انها متوحشه وهاجمت فيبها وقتلتها. ولما رام بيقول له ان الكلام ده ما حصلش، ديشباندي بيفهمه ان الكلام ده في صالح جانو لان وقتها هتبقى مجنونه ومش هتتحاسب يعني على افعالها، وبالكتير قوي هتاخد لها 3 سنين حبس في المستشفى النفسي. فبيقول له انها ما قتلتش حد علشان تتعاقب. وهنا بيتنرفز ديشباندي عليه وبيقول له ان بصماتها كانت على الجثه، وكمان لقوا الخلخال بتاعها جنبها، وده يثبت صحه كلامه. لكن رام بيتنرفز عليه وبيقول له انه مش عاوز يتعب نفسه في التحقيق، علشان كده بيستسهل وبيتهم جانو، وبيقول له انه مستحيل يشهد ان جانو قتله او مجنونه. وبعد كده بيسيبهم وبيمشي. وبعدها بيروح للبنك وبيسحب فلوس السندات اللي كان حاططهم في حسابه، وبيروح لمكتب محامي كبير. واول ما بيوري مساعد المحامي الفلوس اللي معاه بيقول له الاستاذ تحت امرك. وبعدها بيروحوا يزوروا جانو لكنهم ما بيقدروش ياخدوا منها اي معلومه عن اللي حصل يوم الحادثه ده. وبعدها رام بيطلب من المحامي يديلها وقت علشان تفتكر، فبيقول له انهم ممكن يخرجوها بكفاله لو قدر يعني يجيب تقرير عن حالتها من الدكتور بتاعها. فبيروح فعلا للدكتور، وهناك شلبة بتقول له إن الدكتور حصلت له سكتة قلبية وكمان دخل في غيبوبة ومحجوز في المستشفى. وفي نفس اليوم بتروح له شلبة البيت وبتديله تقرير بحالة جونا، وبتقول له إن أبوها مات ودلوقتي حست بألم إن الواحد يفقد حد عزيز عليه، علشان كده جابت له التقرير. وفي الاسم بيقدر ديشباندي إنه يقنع جونا إنها قتلت فيبها، وبيخلي واحد من الضباط يلبس لبس القاضي وبيقول لها إنها لازم تكرر الكلام ده قدام القاضي لو كانت عاوزة يرجع لها الخلخال بتاعها. وفي يوم الجلسة جانو بتعرف رام ان ديشباندي دربها على الكلام اللي هتقوله قدام القاضي، فبيتنرفز وبيطلب منها ما تقولش الكلام ده والا هتتحبس. وفي المحكمه المحامي بتاعها بيقول في مرافعته ان الشرطه اجبرتها على الاعتراف، ولما القاضي بيسالها بتقول له ان ما حدش اجبرها على الاعتراف. وهنا رام بيقطع سلك الكهرباء وبعدها بيعمل لها الاشاره بايده، فبتمثل يا عيني انها فقدت الوعي. فبيأجل القاضي القضيه، وبعدها بيفضل رام يدور على اي دليل لحد ما بيلاقي بين الصخور اللي على الشط زرار عليه اثار دم. فبيروح بيه على ديشباندي اللي بيتريق عليه وبيقول له انه ممكن يكون زرار وقع من جاكيت اي حد، يعني مش شرط انه يكون من جاكيت القاتل، وبيديله الزرار وبيطرده. لكن رام يا عيني ما بيفقدش الامل وبيبتدي يجمع معلومات عن فيبها. فبيعرف من صفحتها على الفيسبوك انها كانت في محل ازياء كبير، فبيروح على هناك. ووقتها الموظفه بتقول له ان صاحبها كان دايما بيجي معاها المحل هنا، فبيقدر عن طريق مراجعه كاميرات المراقبه انه يشوفها مع صاحبها فيكي، وبيقدر بعدها انه يجيب رقمه. وبعدها بيروح لهاكر وبيطلب منه يتتبع رقم تليفونه، فبيعرف عنوانه وبعدها بيمشي وراه وبيصوره وهو بيبيع مخدرات، وبيمشي وراه برضه لحد المطعم. وهناك بيشوفه هو بيرسم نقش الباسورد على التليفون، وفي نفس الوقت راجو بيشوفه في المطعم، فبيقول له لعصابته انهم هينتقموا منه دلوقتي. وبعدها رام بيسرق تليفون فيكي وبيجري، ففيكي بيجري وراه وراجو وعصابته بيجروا وراه هم كمان، فبيقدر يهرب من فيكي. ووقتها بيلاقي راجو وعصابته قدامه بيهاجموا، لكنه بيقدر يدافع عن نفسه وبيغلبهم كلهم. وهنا بيظهر فيكو قدامه، فبيجري رام ناحيته. وبعدها بنشوف رام وهو في جنازة فيبها، فبيتخانق أنيل معاه وبيقول له إنه معاه الدليل على براءة جانو، وبيوري له تليفون فيكي، فبيشوف عليه فيديوهات لفيكي مع بنته. وبعدها بنشوف فيكي وهو متكتف في الاسم، وديشباندي ورجالته بيضربوه لكنه ما قتلش فيبها. وبعدها بنرجع بالزمن علشان نشوفهم مع بعض، ويومها فيبها بتقول له إن أبوها اتجوز بنت من سنها، وكمان مراته حامل واللي هتولده هياخد هو كل حاجة، وبتطلب منه يساعدها في قتل أبوها. وبعدها قابلها على الشط وقال لها إن الموضوع اللي هي بتفكر فيه ده خطير، وإنه مش هيشاركها في الجريمة دي، فاتخانقت معه وضربته، وبعدها سابوا بعض. وبنرجع تاني لديشباندي اللي بيقول له إنه مش مصدق ولا كلمة من اللي هو قالها. وبعدها رام بيقول له إن أكيد فيكي هو القاتل، لكن ديشباندي بيقول له إن لسه ما فيش دليل ضده. وهنا بيروح رام يدور على الزرار اللي رماه، ووقتها بيظهر توني وبيقول له إنه عارف إيه اللي حصل على
الشط يوم الحادثة، وجاله علشان يقوله على المعلومات اللي عنده. لكن وقتها الشرطة وصلت وقبضت على جانو، وبيطلب منه يقابله على شط البحر. ولما بيقابله بيقوله إنه كان صاحب فيكي. وبنرجع بالزمن، ووقتها توني بيقول إنه كان دايما بيشوف البنات بتحب فيكي وبتقرب منه، فطلب منه إنه يبعت له بنت تقضي معاه السهرة. وساعتها فيكي رفض وضربه، فقرر إنه ينتقم منه وصوره وهو بيعمل علاقات مع البنات. وراح لفيبها وورى لها الفيديوهات، فنقلتها على تليفونها. وبعدها وقف يتفرج وهي بتتخانق مع فيكي، وشافهم وهم بيضربوا بعض. وبعدها فضلت فيبها تعيط، ووقتها قربت جانو منها واتخانقوا مع بعض. وفيبها هددتها انها هتضربها بحجر كبير، وقالت لها يا مجنونة. وهنا جانو رفعت الحجر وضربت فيبها بيه على راسها، فوقعت ميتة. وبنرجع بعدها لرام اللي بيقول له انت كذاب، فبيوري له الفيديو. وهنا رام بيترجاه علشان يمسح الفيديو، فبيقول له انه موافق يمسحه بس بشرط ان يبعت له جانو تقضي معاه ليله. وهنا رام بيتنرفز عليه وبيطلع المفك من شنطته. وبنرجع لاول مشهد في الفيلم علشان نشوف رام وهو بيقتله. وهنا بتتصل جانو بيه وبتقول له تعالى خدني، فبيقول لها انه جاي علشان ياخدها. وهنا بيهاجموا توني بالمفك، فبياخده منه وبيخلص عليه. وبنشوف رام بعدها وهو بيربط توني في صخره وبيرميه في البحر، وكمان بيرمي تليفونه وراه. وبعدها بيرجع يدور على الزرار لحد ما بيلاقيه. وبعدها بيومين بيروح لديشباندي واللي بيقول له انهم لقوا دم فيبها على الزرار. وبكده بقى اتاكدوا ان فيكي هو القاتل، لانه الزرار طلع زرار الجاكيت اللي اعترف انه كان لابسه يوم الحادث. وبيعتذر له لانه ما صدقوش. وبعدها رام بياخد جونا وبيعزله من المنطقه كلها. وبكده خلص فيلمنا، يا رب يكون عجبكم، وسلام.